المراهق العراقي أول ما يعبر عمر ال 12 سنة راح يبدي يتغير جسمه ويتغير صوته ويبدي يظهر له شعر ويبدي جسمه يتغير بشكل أكبر ويبدي عقله همين يتغير وهم راح يكتسب أشياء ومشاكل هواية راح تواجه بهذا العمر. فبهذا الفيديو حنحاول نعدد هذين المشاكل ونحاول نعطي حل مختصر لهذين المشاكل. المشكلة الأولى اللي هو النوم. طبعا أكيد النوم راح يكون عند المراهق العراقي أو 90% من يومهم راح يكون نومهم ينامون الصبح ويقعدون بالليل. طبعا هذا الشيء بسبب الساعة البيولوجية مالته تكون موقتة على فد شيء معين. يعني مثلا اذا انت تنام الساعه ب 12 الظهر تقعد ب 8 بالليل واكو شخص ثاني ينام ب 12 بالليل ويقعد ب 8 الصبح، انتوا حرفيا الساعه مالتكم نفس الشيء بس فرق الصبح والليل، بس كجسم هو نفسه متعود على هذا الوقت ما راح يتغير عنده اي شيء ونفس الوقت راح يصير عندكم. بس اكو ناس مثلا عنده مدرسه وعنده اي شيء ثاني لازم يسويه الصبح فما يقدر. فالحل لهاي المشكلة انك ما تنام او تبقى قاعد اليوم كله لحد ما توصل للساعة اللي انت تريدها. مثلا انت تنام ب 12 الظهر تبقى قاعد منها لحد ال 8 بالليل وتنام بيها، او تنام بالوقت اللي انت تريده بعدها او قبلها. والحل الثاني انك تنام فترة قليلة مثلا فد 4 ساعات 3 ساعات هيجي وتبقى قاعد منها لحد الوقت اللي انت تريده وتنام. والمشكلة الثانية اللي هي التدخين طبعا الناس اكثرية تعرفته من وراء اصدقاء السوء، او هو شاف بالتلفزيون او شاف باي شيء ثاني او شاف ابوه او شاف التدخين بشكل عام عجب هذا الدخان اللي يطلع وبدا صاحبه هم يقول له باع شلون هذا الدخان حلو ما ادري شنو وهذا من السوالف. طبعا انا ما راح اشرح لك شنو الاضرار اللي راح تجيك من وراه، بس راح اقول لك شلون تتفاداه او شلون تحل مشكلتك. حاول اذا كل ما تدخن وحده حاول انه شو اسمه تسوي فد عقاب او فد شيء سيء راح يجيك ورا هاي الجيجاره. مثلا اول ما تدخن وحده تشرب ليمون او فد شيء حار او تقرص روحك او تتكهرب او باي شيء او اي عقاب ثاني، لان عقلك من راح يشوف انه ورا هذه الجيجاره اكو فد شيء سيء راح يجيك راح يحاول يبعدك عنه. طبعا اكيد انت بنفسك تكرهه لكن عقلك يحبه، فلازم تحاول تقنع عقلك انه هذا الشيء سيء. والمشكله اللي وراها اللي هي العلاقات. هنا لازم تحضر لك فد كوب لو شاي قهوه حليب مي عصير اي شيء تحضره لان موضوع شويه طويل. اول شيء باع اخويا انت اول شيء عمرك بعدك زعطوط، يعني عمرك من ال 12 لحد ال 18 او لحد ال 20 انت بعدك تبقى زعطوط ما عندك لا فلوس لا شيء، تليفونك صار له 3 سنوات شاشته مكسوره الكفر الشفاف صاير اسود ريحته خايسه جسمك خايس كل شيء ما عندك، بعدك راسب بالثالث متوسط صار لك 4 سنوات تريد بس تطلع من الثالث. ففهمني شلون راح تتزوج او شلون راح تدبر الفلوس. فشلون تحل هذا الشيء؟ انا ما راح اقول لك طبعا على الاشياء الثانيه، واذا تردون اسوي فيديو عن هذا الموضوع بشكل اكبر. انا راح اقول لك شلون تحل هاي المشكله. حاول تتعرف على اي جماعه زينين مو زينين زعاطيط كبار اي شيء، روح لاي جماعه تعرف عليهم العب وياهم العاب سوي اي شيء هذا. واذا ظل يجيك الطرف الثاني احضره باي مكان تلقاه احضر لحد ما تتخلص منهم بشكل كلي. بعدها حاول تبني روحك. المشكله اللي وراها اللي هي انا ما اصلي. طبعا اكثريه المراهقين ما يصلون بسبب البيئة اللي هو عايش بيها. اكو نوعين، اكو ناس عايش ببيئة يعني مثلا اللي ويا فد ناس هواي مثلا عمامة جدادة هواي ناس عندكم بالبيت وهم كلهم يصلون، حتشوف من هم يصلون تقول هم انا خل اصلي وياهم. هذول الناس يعني البيئة اللي عايشين بيها تخليهم يصلون. واكو ناس بيئتهم يعني مثلا قليلين هو بالبيت وما عنده اخوان وامه وابوه عندهم شغل وهذا هو وحده بالبيت يعني ما يقدر يلتزم بالصلاة، او اكو ناس تذكره بالموضوع. هنا انت لازم تعتبر الصلاة شلون الشيء اللي راح يوصلك. يعني مثلا من انت تشتغل عمالة ويجي واحد او يجي المدير مال الشغل يقول لك شيل هذين الاربع طابوقات ومعطيك مثلا مبلغ معين، انت شو تسوي؟ تعتبر الصلاه قريبه على هذا الشيء. مثلا انت عندك قناه او تريد هالقناه عندك تشتهر وتجيب ملايين مشاهدات، شو تسوي؟ تدعي الله، تظل كل يوم تحاول تصلي، كل ما تصلي اكثر وتدعي يمكن هاي القناه تنتشر وانت هذا اللي تريده. فشلون نفس الشيء انت من تشيل الطابوقات لهذا المكان حتحصل هذا المبلغ، انت نفس الشيء من تصلي اكثر حتحصل على الشيء اللي انت تريده وتدعي على مودك. والمشكله اللي وراها اللي هي ادمان التيك توك يعني فد شيء احنا حكينا عن الموضوع بفيديو كيف تتخلص من دمار عقلك، بس لا احاول اختصر لك الموضوع. شو تسوي؟ امسح البرنامج. واذا مثلا انت تشوف مثلا محتوى جيمنج روح على اليوتيوب دور فيديوهات الجيمنج عن اللعبه اللي انت تريدها بس يكون طولها 3 دقائق 4 دقائق دقيقتين هيجي، وظل شويه طول بمده الفيديوهات اللي تشوفها لحد ما تقوم تتعود بعد. والمشكله اللي وراها اللي هي ليش درجاتي بالمدرسه ضعيفه. طبعا اذا نروح للمشاكل اللي قبلها يمكن تكون احد هذين المشاكل السبب بهاي الدرجات، او يمكن انت ما تصلي وما تدعي على مدة تتحسن درجاتك. فنصيحتي شو تسوي؟ مثلا اذا عندك بكتاب الفيزياء عندك مثلا الفصل السادس، هذا الفصل ما قدرت تحفظه، شو تسوي؟ تلزم الفصل وتحلف تقول والله حخلص هذا الفصل بساعة واحدة، وانت بعدها حلفت فلازم بسرعة تقوم تقرأ هذا الفصل وتحفظه. ما حفظته تحلف انه والله لازم اعيد هذا الفصل 6 مرات وبنص ساعة، تظل تعيده بنص ساعة لحد ما تحفظه. هاي الطريقة انا مجربها وكلش حلوة. والمشكلة وراها
هاي يعني والله ما اقدر يعني اخوي انا اقول لك شلون تحلها وانت تحاول تعرف شنو هاي المشكله. اول شيء تحاول انه تطلع برا البيت ايش قد ما تقدر، تركض تلعب تسوي اي شيء. ثاني شيء تجيب اي شيء يذكرك تحذفه وتكسره وتسوي اي شيء تقدر عليه. وهم نشوف هذين الفيديوهات اذا تتعمق بالموضوع بشكل اكبر، او اذا اكو مشاكل انا ما تكلمت عنها.